يا سلام على الانتعاش. المية المالحة دي بتغسل الواحد من جوه. أنا مش عارف ليه بودي الكسول ده مش راضي ينزل المية وينبسط. نسبة الرطوبة 90%، الحرارة فوق 40، والرملة بهدلت التروس. عايز أرجع المعمل وأقعد في التكييف. نفسي أعرف إيه اللي عجبهم في المكان هنا. ايه يا بادي، ما نزلتش معايا ليه؟ ولا بتخاف من مية يا جبان؟ مستحيل، المية والكهرباء أعداء. أنا بحمي غلافي المعدني من التآكل. أمال فين الدكتورة ليلي؟ دي اتأخرت خالص، كل ده بتجيب الآيس كريم. على طول بشوفها بتحط من الكريم ده وهي خارجة، بس جسمي مش بيتشرب الكريم ليه؟ شكله مغشوش. الدكتورة هتيجي دلوقتي وهتعمل منك بطاطس محمرة عشان خلصت الكريم بتاعها. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت بتجرب مسك الزبادي على بشرتك؟ للأسف خلص علبة كريم الحماية من الشمس بتاعتي كلها، وأنا حاولت أفهمه لكن مفيش فايدة. العظم مستحيل يمتص الكريم، لازم يكون عندك جلد عشان تستفيد من السان سكرين. راحت علبة الكريم، مضطرة اشتري واحد جديد. Wonderlab. يعني حتى الكريمات مش عارف استعملها عشان ما عنديش جلد يمتصها. الظاهر ان الجلد ده حاجة مهمة وانا مش عارف. يا دكتورة، أنا عايزك النهاردة تقوليلي كل حاجة تعرفيها عن الجلد. عايزة أشوف إيه اللي فايتني بما إني ما عنديش جلد. أول حاجة لازم تعرفها عن الجلد يا سكيلتون إنه يعتبر كأنه بدلة خارقة بتغلف الجسم، من غيره مش هنقدر نعيش دقيقة واحدة. للدرجة دي؟ ده أنا كنت مفكر الجلد ده مجرد غلاف حوالين الجسم وخلاص، لكن الظاهر إن الموضوع طلع كبير. الجلد مش مجرد غلاف، ده يعتبر أكبر عضو في جسمنا. الجلد والشعر والضوافر مع بعض اسمهم الجهاز الغطائي أو integumentary system. يعني الجلد يعتبر عضو زيه زي المخ والقلب والمعدة؟ دي معلومة جديدة خالص. ومش أي عضو، عايزك تتخيل معايا كده، لو جلد جسمنا ده فردناه ممكن مساحته تبقى تقريباً قد مفرش سرير كبير، 2 في 2. يعني كل واحد فينا ماشي ولابس بطانية وهو مش حاسس؟ مش عايزة أفاجئك، بس هو الجلد تقريباً وزنه قد وزن البطانية. الجلد وزنه بيوصل لحوالي 4 كيلو بحالهم. يعني انت رايحة جاية شايلة معاكي 4 كيلو؟ أيوة، وده معناه إن 16% من وزن جسمنا عبارة عن الجلد. 16%؟ واو! يعني الجلد وزنه قد وزن المخ تقريباً 3 مرات. فاكر وزن المخ كام يا سكيلتون؟ المخ 1.5 كيلو. أنا مذاكر كويس، ما تقلقيش. برافو يا بطل، طلعت مذاكر بجد. اديني انت بس المعلومات اللي عندك كلها وانا هخزنها في الذاكرة الحديدية. حس كده بقى، جاهز الذاكرة عشان في كم معلومات رهيب النهاردة. عايزة أقولك إن جلدنا يا سيدي عبارة عن 3 طبقات أساسية. عمارة من 3 أدوار يعني؟ عمارة من 3 أدوار، ده أنسب تشبيه لجلدنا. الدور اللي فوق واللي بنشوفه بعينينا اسمه البشرة أو الإبيديرمس، والدور اللي تحته اسمه الأدمة أو الديرمس، والدور اللي تحته خالص هو الهايبوديرمس، وده آخر طبقة في الجلد، وتحته على طول العضلات. يعني أنا كده كنت بدهن الكريم على الدور الأرضي؟ لا يا سكيلتون، أنت كنت بتدهن البدروم. أنا بقول نرجع للجلد أحسن. سمك الجلد يا سيدي بيختلف من مكان لمكان في جسمنا. يعني الجلد بيكون رقيق جدا في جفن العين، وسميك شويتين في رجلنا من تحت عشان يتحمل الاحتكاك لما نمشي. ده غير إن الجلد يعتبر خط الدفاع الأول، السور اللي بيحمي جسمنا من البكتيريا والميكروبات. وكمان العرق اللي بنعرقه فيه مواد مضادة للبكتيريا، مضاد حيوي طبيعي. كمان الجلد عنده القدرة إنه يجدد نفسه، يعني لو إيدك انجرحت وإنت بتحضر طبق السلطة، جلدك بينتج خلايا جديدة عشان الجرح يلتئم. والجلد عليه طبقة خارجية ضد المية اسمها الكيراتين، من غيرها كان جسمنا هيتشرب المية زي السفنجة وما كناش هنعرف نتحرك. ده غير طبعاً الحساسات اللي موجودة في الجلد واللي بتبعت رسائل باستمرار للمخ اللي بيدينا إشارة لو حشرة خطيرة مثلاً لمست جلدنا.
والجلد كمان هو المطبخ اللي بيتصنع فيه فيتامين د. جلدنا بيمتص أشعة الشمس اللي اسمها UVB وينتج لنا فيتامين النشاط. وفي عز الصيف لما الجو بيبقى حر يبدأ الجلد في إفراز العرق، ولما العرق يطلع على سطح الجلد ويلامس الهواء بيتبخر، وعشان يتبخر محتاج طاقة. طب يجيب الطاقة منين؟ من جسمنا في صورة حرارة، فجسمنا يبرد ويقل إحساسنا بالحر، تكييف متنقل يعني. يا خبر، ده طلع بدلة خارقة بجد، حماية من الجراثيم وحساسات وتكييف ومقاوم للمية والاحتكاك، لا وكمان بيصلح نفسه بنفسه. ده الجلد ده طلع نعمة من ربنا لازم نشكره عليها. دي أجمل حاجة أنت قلتها النهاردة يا سكيلتون. إحنا حقيقي غرقانين في نعم ربنا. شوف بس الجلد لوحده بيقوم بكام وظيفة، وتلاقي واحد متضايق إن لون بشرته مش عاجبه. صحيح. بمناسبة لون البشرة، ليه في ناس لون جلدها أبيض وناس تانية بشرتها بتبقى غامقة؟ ده سؤال جميل، وإجابته هتخليك تشوف حكمة ربنا وعظمته، ومش بعيد تتمنى لو كان عندك بشرة سمراء. بعد اللي شرحتيه أنا بتمنى حتى لو بشرة بنفسجي. شوف يا سيدي، اللي بيتحكم في لون بشرتنا هو صبغة بينتجها الجلد اسمها الميلانين، والميلانين ده بتختلف كميته في الجلد من شخص للتاني، وكل ما كانت كميته كبيرة هيكون لون البشرة أغمق. عشان كده كل واحد عنده لون بشرة مميز لايق عليه. ده كلام جميل. الميلانين ده بقى بتنتجه خلايا مخصوصة اسمها الميلانوسايتس، موجودة في طبقة الأبيديرمس بس تحت شوية. الميلانين ده بيدخل جوه خلايا البشرة وبيشتغل كأنه شمسية عشان يحمي النواة بتاعة الخلايا من أشعة الشمس الضارة اللي ممكن تدمر الDNA اللي موجود جوه النواة. وطالما بيحمي الDNA يبقى بيحمينا من الكانسر. سبحان الله، نظام حماية رباني. وعشان كده الناس اللي عايشين في غابات أفريقيا لون بشرتهم أسمر بسبب الميلانين الزيادة اللي بيحميهم من شمس أفريقيا القوية جداً. أما الناس اللي في البلاد الباردة زي أوروبا والقطب الشمالي فجسمهم بينتج ميلانين قليل عشان يفتح الأبواب لضوء الشمس الضعيف، وجسمهم يقدر يصنع فيتامين د. يعني البشرة السمراء طلعت بتدي حماية إضافية. يا سلام! وعشان كده أصحاب البشرة الفاتحة قبل ما يتعرضوا للشمس القوية لازم يستعملوا كريمات الحماية من الشمس اللي بنسميها سانسكرينز بدل الميلانين؟ بالظبط. السانسكرين بيشتغل كأنه مراية موجودة على بشرتنا، تعكس الأشعة الضارة اللي جاية من الشمس قبل ما تحرق الجلد. طب سؤال كمان، إشمعنى الأطفال بشرتهم بتكون ناعمة ومفرودة والناس الكبيرة بشرتهم بتبقى مكرمشة؟ شوف يا سكيلتون، الناس الكبار عاشوا في حياتهم لحظات سعادة وضحك وحزن ويمكن بكا. كل ده رسم على وشوشهم خطوط زي اللي بتتكون على الورقة لو قعدت تفردها وتتنيها كذا مرة. ده غير إن تحت البشرة وتحديداً في طبقة الديرمس في أعمدة من الكولاجين شايلة بشرتنا ومخلياها مشدودة وإحنا صغيرين، ومع الوقت لما بنكبر الكولاجين ده بيضعف ويتكسر، فبتظهر الكرمشة اللي بنسميها التجاعيد. التجاعيد ليست شقوقاً في الجلد، بل هي الأماكن التي قررت فيها الذكريات القديمة أن تستريح للأبد. الله عليك يا فيلسوف! وندرلاب. ودلوقتي يا أبطال وندرلاب رحلتنا في الموسم الأول انتهت، لكن رحلتكم انتوا لسه بتبدأ. كل بطل تابعنا ووصل معانا لآخر حلقة في الموسم الأول نقدر نقول له بقلب جامد مبروك، انت حطيت رجلك على أول سلم الطب والبلط الأبيض مستنيك. انت دلوقتي مشروع دكتور أو صيدلي، ويمكن عالم أو مكتشف كبير. اختار لنفسك هدف وخليك وراه لحد ما يبقى حقيقة قدام عينيك. ما تنسوش يا أبطال اللايك والشير، واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا. شوفوا الحلقات اللي فاتت وانتظروا الجديد. وحوي يا وحوي، جهزوا نفسكم لمفاجآت خطيرة طول شهر رمضان. وندرلاب في رمضان غير أي مكان.